شمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 لا. الأسير المحرر الشاب راو السلطاني الذي تحرر مؤخرا من سجون الاحتلال فليتفضل. يطلق بسراح أسرى الدفعة الرابعة الآن وينتهي الظلم الواقع عليهم الآن، ونتفرغ للوقوف إلى جانب من سيتحرر بعدهم، أو أن نسمح لإسرائيل بأن تحكم عليهم بالإعدام وعلى الآلاف من الأسرى في السجون. ولكن كما نجح أسرانا البواسل بالاستمرار بالصمود والثبات على مبادئهم الثورية طيلة عقود وانتزاع حقوقهم الإنسانية رغما عن سجانهم والاستمرار بالنضال من أجل الحرية، سينجح شبابنا بانتزاع حريته ورفض تطويعه وترويضه، حتى ولو كلفنا ذلك المزيد من الأسرى والجرحى والشهداء. بداية قصيدة حديثي بعنوان لا شكر على واجب. شكرا للغرام يجامع بين القلوب يلف عليها غطاء، ففي البدء كان الصقيع وها نحن في بردنا ننحني ونطيع السفر. شكرا للقدر. حكاية النضال داخل الحركة الأسيرة، لأن الأسرى خاضوا إضرابات كثيرة ومتكررة، ومن خلالها استطاعوا انتزاع القلم، الدفتر والكتاب. أيضا هناك كانت إضرابات من أجل تحسين العلاج وتقديم العلاج المناسب للأسرى، ولكنهم فشلوا في هذه المسألة، لأن كان بعام 2003 4 شهداء، دليل بأن كان هناك فشل بتحقيق العلاج للأسرى الفلسطينيين. هؤلاء هم الأسرى الفلسطينيون داخل السجون. إن الأسير ليس داخل السجن يأكل ويشرب وينام فقط، بل هو يناضل على مدار الساعة والدقيقة والثانية. أمضيت 10 أعوام وتم تحريري بصفقة وفاة الأحرار، صفقة التبادل. أعاد الاحتلال اعتقالي محاولا بهذا الاعتقال إفراغ الصفقة من مضمونها ومحتواها الوطني. فقلت للمخابرات بأنني سأدخل إضرابا مفتوحا الطعام، وهو الحرية إلى القدس، شهيدا للقدس أو حرا للقدس. يمر 50 يمر 60 حتى انخلصت سنيني، فلسطيني ليوم الدين وراح أبقى فلسطيني. ليس في هذا السفر ما يثير الدهشة،
وليس فيه ما يعلم عن مكان جديد أو قديم، ليس سيرة وليس مسيرة، ليس رواية وليس أدب الرحلة ولا الترحال، ليس مرحلة وليس قضية، ليس فيه جديد ولا تجديد، ليس عن الفلسطيني المشرد ولا عن الفلسطيني الباقي في وطنه، ليس عن الإنسان، ليس عن المكان ولا عن المنفى ولا عن الوطن، ليس عني وليس عنكم. هو الإنسان الفلسطيني بلا مكان ولا زمان ولا وطن ولا أمل ولا حلم، هو لا مكان ولا زمان ولا أرض ولا سماء، هو نفي مطلق، هو فكرة مجردة، هو لا شيء تماما، لا شيء. من هنا تبدأ الحكاية. عم نشيف في مشوار نبوس صفت فوق الجبال، اكرت وملعب هدوا الدار بحجار عكا نبنيها. برتقالك يا يافا أطيب من الكنان، طبرية حجارة سود تبكي أهلها على الحدود، طبرية حجارة سود تبكي أهلها على الحدود. بدنا نلبسها هالثوب إن شاء الله بالحب نحنيها. برتقالك يا يافا أطيب من الكنان، من المهد شع النور وعلى أقصى أسرى الرسول، من المهد شع النور وعلى أقصى أسرى الرسول. انهز الدنيا بعرض وطول، انهز الدنيا بعرض وطول، نموت وتحيا فلسطين.